شوربة العدس في الشتاء بقى والسقعة دي بتدفي وطعمها تحفة ومغذية جدا. اول حاجة هنجيب حلة ونحط فيها كوباية عدس، وبعد كده هنزود مية يعني ممكن نقول لتر مية. وبعد كده هنضيف في المية بصلاية بطاطساية وجزراية وطماطماية وفصين توم. هنسيبهم على النار لحد ما يبقوا بالشكل ده، كل حاجة تستوى تماما يعني يبقوا مهريين خالص. هنحطهم في الخلاط كمية كلها، بصوا دايب ازاي. هنضربها في الخلاط ضربة كده لحد ما تنعم خالص. وبعد كده في الحلة نحط زبدة وبصلاية مفرومة متوسطة. هنشوح البصلاية لحد ما تاخد لون ذهبي كده. طعمه بجد تحفة، جربوها هتتبسطوا قوي. بصوا هننزل بالعدس وهنقلب تقليبة، وبعد كده هنضيف بقى الملح. بص شكله تحفة ازاي. هنحط بقى الملح والكمون، بجد طعمه تحفة ومغذي وبيدفي في الشتاء وسهل جدا جدا جدا. هتعمليه في 10 دقايق بس، وبالهنا والشفا.